اسمعي، هذه رسالة مني إلك، اسمعيها. الزوج متعب. نحن معشر الرجال مرهقين جدا والله العظيم. ربما أنت الآن تسمعيني على كدر، لكن أرجوك اسمعي بإنصاف. مقدمة هذه اليوم حتى تسمعي هذه الكلمة بإنصاف. نحن معشر الرجال والله متعبين، علانا التعب. نحن يا معشر النساء نخرج صباحا للعمل لتهني أنت وأبنائك بأجمل عيش وأطيب عيش. نحن يا معشر النساء نتحمل ضغط القيل والقال. نحن يا معشر النساء، معشر الزوجات، نتحمل كلام الأم وضغط الأم عنك وعن أبنائك وربما عني، وأحتاج لأبر بأمي وفي المقابل أن لا أهدم بيتي، وبالمقابل أن لا أهدم بيتي. نحن يا معشر النساء الزوجات إن أطعنا الزوجات قالوا عنا خاضع أرنب لا كرامة له، وإن أطعنا الأمهات قلتن أنتن عنا خانع. يا معشر الزوجات، نحن يا معشر الزوجات لو أخذ الرجل زوجته للعشاء لقالوا عنه محكوم، ولو سافر بها لقالوا عنه مذموم، ولو ذهب لأمه وجلس عند عتبات قدمه ونسي تلك الليلة أن يسهر مع أبنائه لقالوا عنه لأمه كالخاتم بإصبعها. وفي المقابل نحن يا معشر الزوجات نتحمل ضغط المدير. نحن الذين نتحمل أن نذهب لفاتورة الكهرباء والماء والمدارس ونتابع أمور أنت والله لا تعلميها، أنتن لا نحن الذين نفكر بأبنائنا قبل أن يوجدوا، فنستعد للزواج ونبني المنزل ليستقر الأبناء، ونحن الذين نحمل هم الأبناء حتى ما بعد الزواج. نحن الذين نفكر بأبنائنا من المهد إلى اللحد. نحن الذين نفكر بدراسة أبنائنا وكيف نوفر لهن أفضل. زوج يطرق الباب ليريد ابنتي، نحن الرجال الأزواج نذهب ونسأل ما رأيكم بفلانة لأني أخاف علي أن أضعها في أي مكان. ونحن الذين نعتني بكل تفاصيل المنزل، لا أقول الكل، البعض. لهذا جميل منك يا معشر الزوجة أختي الفاضلة أن تنظري لمن يحبك ذاك الزوج بإنصاف. هو أنشأ منك أسرة وأوجد منك أسرة وأوجد منك فلذة أكباده. كلنا يخطئ، كلنا ذاك الرجل الذي تزيغ عينه، وكلنا ذاك الرجل الذي يشتهي ويتمنى، وكلنا ذاك الرجل الذي يلقي الكلمات، لكن أنت لا تعلمين الضغط الذي قد تم أو دعس به عليه على قلبه ومشاعره حتى تفلت بكلماته عليك. لم يجد متنفسا إلا أنت، لم يجد متنفسا إلا أنت. نحن معشر الرجال ذاك الذي يحمل هم ابنه وهم أبنائه وهم بيته وهم عمله وهم مصروفه. نحن الذين نتحمل أذى المدير وإساءة المدير للقمة العيش أحيانا من أجلك وأجل أبنائك. لو كنا أعزب أنت ونحن، أقول لك، ونحن قبل الزواج كان المدير ربما لو رفع صوته نرفع أضعاف أصواتنا عليه. صح ولا لا شباب؟ بالله صح ولا لا؟ كان المدير إذا رفع صوته نرفع أضعاف صوتنا عليه، لكن الآن لو رفع صوته أول ما أرى صورتك أمامي وصورة ابنك وصورة ابنتك وصورة منزلي. أتحمل ليس لذاتي، أدس على كرامتي من أجلك أنت وأجل أبنائك. فيا معشر الزوجات، ليس كل تصرف من الزوج لا يحبك. إذا رأيت الزوج شارد وينظر لزوايا المنزل، إياك أن تظني أنه يسرح بجمال الحور في الجنة أو يسرح بجمال زميلته في العمل أو بالسكرتيرة. لا، ربما يسرح في آخر قسط الشهر ماذا يدفع وكيف يدفع وكيف ينام. ربما تجده يسرح لأنه يريد أن ينتقل من بيت لبيت ليوفر فقط 1000 درهم ليضعه في جيبك أو جيب أبنائك. ربما يفكر كيف يوفر قسط المدرسة الذي أرهقه تعبا وزاده هما وغما. فلا تظني إذا الزوج تفلت بكلمات عليك وقال لك أنت لا تهتمين بي، أنت تتجاهليني، أنت لا تظني أنه يكرهك، لأنه عانى من قسوة الحياة في خارج المنزل، فيريد أن يرى قليلا من اللين والعطف والحنان، يريد احتواء. نحن معشر الرجال نريد احتواء. لا تظنوا معشر الرجال أن حياتهم كلها طرب ولهو ولعب، لا والله، حياتنا ربما نحن نجدها إن رضيت أنت لا تعلمي ما معنى أن ندخل المنزل والزوجة تبتسم.